بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله زي ما وعدنا طلابنا هننزل المحافظات كلها بإذن الله جميع المراحل من أولى إعدادي لتانية ثانوي إن شاء الله يعني. جميع المحافظات طبعا احنا هننزل محافظة النهاردة هندسة القاهرة تانية إعدادي. طبعا هننزل لكم كل المحافظات معانا القاهرة واحدة جبر واحدة هندسة، ولما نخلصهم هننزل لك محافظات تانية للسنين اللي فاتت عشان تبقى متأسس كويس كده، لأن هما مش كتير يعني. فأنت ذاكرهم كويس قبل بس ما تتفرج معايا، حاول تحل المحافظة كلها لوحدك، ولما تحلها كويس وتعالى بقى اتأكد معايا بقى انت حليت صح حليت غلط، ايه المشكلة اللي عندك في الدرس الفلاني مش عارف ايه، تعرف مشكلتك يعني. صلي على النبي كده، سمي الله، وما تنساش أهم حاجة كراستك والقلم بتاعك معاك، وسمي الله كده وقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في السؤال الأولاني. السؤال الأولاني بيتكلم على حاجة اسمها عدد متوسطات المثلث المختلف الأضلاع. خد قاعدة من أخوك وحبيبك الأستاذ محمد أبو عيسى، قال لك إن عدد متوسطات أي مثلث مهما كان نوعه دايما بتلاتة. إذا عدد متوسطات أي مثلث دايما بتلاتة. ولكن هو هنا في السؤال بيحاول يغلط الناس اللي مش واخدة بالها قوي. في فرق بين عدد المتوسطات وعدد محاور التماثل. إذا في فرق طبعا. لو قلت لك عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الأضلاع هيبقى تلاتة. إذا متساوي الأضلاع بتلاتة أو متساوي الأضلاع بتلاتة. ولكن لو قالك متساوي الساقين يبقى بواحد، ومختلف الأضلاع يبقى بصفر. يبقى لما أجي أقول لك متساوي الأضلاع عدد المحاور تلاتة، متساوي الساقين عدد المحاور واحد، مختلف الأضلاع عدد المحاور بصفر. فهو هنا في السؤال بيحاول يلخبط الناس، هو بيقول عدد متوسطات راح قال لك مثلث مختلف الأضلاع، عشان تلاقي واحد مش مركز ولا واحدة مش مركزة يقوم رايح مختار صفر. لا ركز واقرا السؤال حلو. عدد متوسطات أي مثلث تلاتة، ولكن اللي أنت قصدك عليها دي اسمها عدد محاور تماثل. متساوي الأضلاع تلاتة، متساوي الساقين واحد، مختلف الأضلاع بصفر. السؤال اللي بعده، اكتب الملحوظات دي عندك وذاكرها بالله عليك معايا كده في ايه، انا بحط لك الحاجات اللي شبهها عشان تعرف تذاكرها. السؤال اللي بعده، في المثلث ا ب ج اذا كان ا ب اكبر من ب ج فان. ارسم مثلث جميل كده اسمه ا ب ج، حط الرؤوس في اي حته. قايل لك ان الالف ب اكبر اللي هو بالازرق ده كده اهو، ده اكبر، يبقى اكيد الزاويه اللي قدامه هي الكبيره، لان انا عندي قاعده بتقول اذا اختلف طول الضلعين في مثلث فاكبرهما في الطول تقابله زاويه اكبر في القياس. يعني معناه ايه؟ ان الضلع الكبير قصاده زاويه كبيره. يعني الضلع الكبير اللي هو الالف، فاكيد الزاويه اللي قدامه الجيم، يعني الجيم اكبر، من غير ما تفكر يبقى زاويه الجيم اكبر. واحد تاني مش مقتنع بالحل ده، تعال اديك حته كده جميله كده من الاستاذ محمد. انت عارف ان المثلث اسمه ا ب ج؟ لو انا قلت لك ا ب يبقى الحرف الناقص ج، لو انا قلت لك ا ج يبقى الحرف الناقص ب، لو انا قلت لك ب ج يبقى الحرف الناقص ا. تقول لي طب انت بتقول لي دي ليه؟ قال لك تعالى هنا في المثلث ا ب ج، ا ب اكبر من ب ج، يبقى ا ب من الحرف الناقص ج اكبر زي ما هي، الب ج من الحرف الناقص ا يبقى الجيم اكبر من الالف، يبقى كده زاويه ج اكبر. ايه ده؟ بس كده شفت التعليم سهل ازاي؟ انتوا اللي ظالمين التعليم بس. المثلث الذي اطوال اضلاعه 3 وكاف و7 متساوي الساقين فان كاف. بص يا باشمهندس، عشان يبقى متساوي الساقين الكاف دي لها حلين، لا اما 3 لا اما 7. يعني لو هي ب3 للاسف مش هتنفع. ليه مش هتنفع؟ لانها مش هتحقق حاجه اسمها متباينه المثلث. متباينه المثلث بتقول ان مجموع اي ضلعين لازم يكون اكبر من طول الضلع التاني. 3 و3 6، هل الست اكبر من السبعة؟ لا، يبقى دي ما بتحققش، يبقى دي مش نافعه. امال ايه اللي هتنفع؟ السبعة. بص كده، سيبك بقى من اللي انا قلته كله، ركز في الكلمتين دول. ده متساوي الساقين يبقى اللي هو عاوزه لازم ياخد الضلع الكبير من غير ما تفكر. كبير يا استاذ. مين الكبير، التلاتة ولا السبعة؟ لا السبعة، يبقى الناتج بسبعة. خد وكل مرة هتطلع كل مرة هتظبط كده. انت متساوي الساقين خد الضلع الكبير، خد الضلع الكبير. ده هنا عندك بقى متساوي الساقين خد الضلع الكبير بس. تعالى السؤال رقم 4. قالك إذا كان طول أي ضلع في المثلث بيساوي تلت محيطه فإن عدد المحاور أهو، يبقى كده لا إما 3 لا إما 1 لا إما 0. طب أنا هعرف نوعه منين؟ قالك تلت محيطه يعني هو مكسوف يقول لك متساوي الأضلاع. ما يتكسفش يا مستر، ما يقول لي لا هو مكسوف يا حبيبي. بدل قالك تلت محيطه فمعناها إن طول الضلع بيساوي تلت المحيط. إمتى طول الضلع بيساوي تلت المحيط؟ لو الأطوال كلها متساوية، الضلع الأولاني قد الضلع التاني قد الضلع التالت، فمعناها إن هو هيبقى مثلث متساوي الأضلاع. فكده بدل عدد محاوره، أو ارجع للصفحة اللي قبلها، متساوي الأضلاع يبقى عدد المحاور ب3. يبقى هنا هتقول له 3. اللي بعدها دي سهلة جدا.
طول الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص الوتر على طول، من غير ما تفكر، دي حاجة محفوظة يعني. طيب هنا منصف زاوية الرأس في المثلث المستقيم. بص يا حبيبي، خد برضو القاعدة دي عندك واكتبها عندك ودونها عندك كده. في المثلث المتساوي الساقين عندك 3 قواعد: عمودي على القاعدة، ماشي، وعندك ينصف القاعدة، حلو، ادي كده 2. تالتة، ينصف زاوية الرأس، يبقى انت عندك 2 ينصف وواحدة عمودي. ده في المثلث متساوي الساقين. لو قالك عمود على القاعدة تقوم انت رايح كاتب له ينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس. لو هو قالك ينصف زاوية الرأس، ينصف القاعدة، يبقى عمود على القاعدة وينصف زاوية الرأس. طب لو هو زي في الامتحان ده قالك منصف زاوية الرأس، تقوم قايل له كده عمودي على القاعدة. خط وحش شوية بس مش مشكلة، لا خط زي الزفت خالص، أنا آسف والله. عمودي على القاعدة، والتانية ينصف القاعدة. يعني معناها إيه؟ أو في المثلث اللي على اليمين ده كده بينصف القاعدة وبينصف زاوية الرأس وعمود على القاعدة كمان. والمثلث ده كده مثلث متساوي الساقين. يبقى لو قلت لك في الامتحان منصف زاوية الرأس يبقى عمود على القاعدة وينصف القاعدة، لو عمود على القاعدة يبقى ينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس. لو هو قال لك واحدة انت بتكتب الاتنين التانيين، اعمل لها بقى سكرين عشان اعرف اكمل انا، يعني انا همسح الكلام ده. فانت اعمل الحتة دي اللي فوق اللي هي ده اهي سكرين كده احفظها عندك. ماشي، بص يلا اللي بعده بيقول لك ايه: اذا اختلف طول ضلعين في مثلث فاكبرهما في الطول. لسه حالين بقى سؤال في الاختيارات. فاكبرهما في الطول تقابله زاوية اكبر في القياس. ماشي ماشي. يبقى لو انا عندي بقول لك يعني لو انا عندي مثلث اطوال اضلاعه مختلفة، الضلع الكبير قصاده زاوية كبيرة. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه: اذا كان طول ضلع مثلث متساوي الاضلاع ب 12، عاوز الارتفاع. ارسم مثلث حلو كده زيك. اكيد انت مش مثلث يعني، بس مثلث حلو زيك انت، انت حلو في المثلث. والله انتوا الاتنين شكلوا بعض. استغفر الله العظيم يا رب، ما بحبش اتنمر على حد بس يعني. ده مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه ب 12، ده ب 12 وده ب 12 وده كمان ب 12، ماشي. خليك عارف ان المثلث متساوي الاضلاع بينصف القاعده، لسه قايلين من شويه، فهتبقى 6 و6. الارتفاع اللي هو الالف ده هجيبه من فيثاغورس. طبعا ده ضلع في عامل ناقص، او الالف ده بيساوي جذر 12 أس 2 ناقص 6 أس 2. فطبعا طلاب بتطرح بتربع وتطرح بعدين تاخد الجذر، بس احنا بنحب نعملها خطوة واحدة وخلاص. 12 أس 2 ناقص 6 أس 2، وبالآلة الحاسبة الجميلة طلع الناتج يطلع معاك 6 جذر 3. يبقى ده الارتفاع. السؤال الأخير في إكمل بيقول لك محور القطعة المستقيمة هو المستقيم، نعم، العمودي عليها من منتصفها. احفظ التعريف ده عندك، ده تعريف القطعة المستقيمة أو محور التماثل القطعة المستقيمة: هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها. هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها، ده محور التماثل. طبعا كده احنا خلصنا اختر واكمل. الامتحان بتاعك بيبقى متقسم 5 أسئلة اختر و4 أكمل، وعندك 3 أسئلة تانيين، كل سؤال في ألف وب. السؤال الأولاني وده سؤال إلى حد ما محتاج تركيز شوية، ولكن هو إن شاء الله يكون سهل. قايل لك ب ده المتوسط في المثلث ب ج. طبعا احنا عارفين ان المتوسط، يبقى كده اقدر اقول ان د في المنتصف، يعني اقدر اقول ان الالف د بيساوي الد ج. ماشي. اعمل كل مثلث لوحده، اعمل كل مثلث لوحده. انا اللي بقول لك اهو، ما تحاولش تلخبط نفسك، اعمل كل مثلث لوحده. انا هشخبط المثلث اللي على الشمال اهو، واروح اعمل المثلث اللي على اليمين اللي هو في الالف ب د. عندك ايه؟ عندك ان الالف د او الالف د اكبر من ب د. طبعا ب د اصغر من الالف د، هيها الف د اكبر من ب د. طب يقول الاستاذ هستفاد من ايه؟ هستفاد من حاجات كتير. ده الكبير اهو، احنا قلنا ايه؟ خلي الصغير اللي باللون الاحمر، ماشي. احنا قلنا ايه؟ قلنا لو انا عندي ضلع كبير قصاده زاويه كبيره اللي هي برضه بالازرق دي اهي، واللي بالاحمر دي الزاويه اللي قدامه اهي. يبقى كده اقدر اقول ان قياس زاويه ا ب د اكبر من قياس زاويه ا. ليه؟ عشان الضلع اللي قدام زاويه ا ب د هو الضلع الكبير. طب ما ايه رأيك، احنا كده خلصنا المثلث اللي على اليمين، تعالى نعمل نفس الكلام ده اهو في المثلث اللي على الشمال. هنخبي المثلث ده اهو،
واعمل نفس القصة هنا. مين الكبير؟ د ج. تقول يا مستر عرفت منين د ج الكبير؟ ما احنا لسه قايلين د ج زي الألف د. فكده د ج هو كمان أكبر من ب د. ماشي؟ ماشي. تعال نحط بقى. فكده د ج الزاوية اللي قدامه هي زاوية ب، والب د الزاوية اللي قدامه هي زاوية ج. فكده هقدر استنتج برضه بما ان د ج أكبر من ب د، يبقى إذا قياس زاوية د ب ج أكبر من قياس زاوية ج. إيه ده؟ ده إحنا خلصنا المسألة. أنت ثبتت إن الب دي أكبر من الألف، والب دي أكبر من الج، يبقى كده الب كلها أكيد أكبر من الألف والج، ولو بتجمع ينتج إن زاوية ب أكبر من زاوية أ زائد زاوية ج. وبدل ثبتت إن زاوية ب أكبر، يبقى أكيد المثلث ده مثلث منفرد. ماشي؟ سؤال حلو. حاول تكتبه وتحله تاني عشان ده سؤال إلى حد ما محتاج تفكير شوية، مش جاي لك مباشر زي المسائل اللي أنت متعود عليها، لأ ده فيه تفكير شوية بجد. فحاول توقف الفيديو وتعيده تاني وتفهمه. قسم كل مثلث لوحده، اثبت إن زاوية ب أكبر من زاوية أ في المثلث اللي على اليمين، وزاوية ب أكبر من زاوية ج في المثلث اللي على الشمال، يبقى زاوية الب أكبر من زاوية أ وج مع بعض. طيب السؤال اللي بعده بيقول ها أ ب ج مثلث قائم الزاوية ب، ده المنتصف الألف ج. طبعا أنت عندك قاعدتين اتنين في المثلث القائم من غير ما تفكر. طول الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، طول المتوسط بيساوي نص الوتر. يبقى عندك قاعدتين مهمين أوي في المثلث القائم، ودول مش هيحصلوا إلا في المثلث القائم. إن طول الضلع المقابل للزاوية 30 اللي هو الألف ب بياخد نص الوتر، والمتوسط اللي هو الب ه مثلا برضه بيساوي نص الوتر. ماشي. تعالى هنا بقى. قايل لك إن أنا عندي زاوية ج ب30. حلو. 30 يبقى الضلع المقابل اكتب بقى الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر. فين الضلع المقابل لزاوية 30؟ بألف ب، هو أصلا مديلك ب5 يساوي نص الوتر. الحاجة التانية إن طول المتوسط الخارج من رأس القايمة، ما الب ده اسمه متوسط، هو كمان بيساوي نص الوتر ألف ج، يبقى الب ده ب5 سم. ولو أنت خدت بالك الألف ج كلها ب10، وهو مقسمها ألف د وده ج، يبقى دي ب5 ودي ب5. إيه ده؟ يعني المثلث اللي على اليمين ده مثلث ماله؟ ها رد عليا. متساوي الأضلاع. هو أصلا ما نعرفش هو عاوز إيه. عاوز قياس زاوية ب د ج. جميلة جميلة. ب د ج. اوبا. اجيب بقى الزاوية دي ازاي؟ وقف الفيديو وحاول تفكر بالله عليك قبل ما تسمع الحل اللي انا هقوله لك، لان السؤال ده فعلا محتاج تفكير. المثلث اللي على اليمين اللي هو المثلث أ ب د، احنا لسه ثابتين أ ب بيساوي ب د بيساوي الألف د، وده مثلث متساوي الأضلاع. جميل. يعني ايه مثلث متساوي الأضلاع؟ يعني زاوية أ ب60 وزاوية ب ب60 وزاوية د ب60. كده المسألة تقريبا خلصت يعني. هو عاوز زاوية ب د ج. طب ما هي ب د ج دي اللي هي جنب ال60. بس لما نمسح بقى كل الكلام ده، احنا دي اهو ده خط مستقيم دي ب60. طب انا عاوز اللي جنبها دي، اطرح من 180. يبقى اقول له 180 ناقص ال60 يطلع ب 120. كده يعني ما جابوش بقى زي الاسئله اللي انت متعود عليها كل مره، لا. شفت لف السؤال ازاي؟ يبقى ده مثلث متساوي الاضلاع اللي على اليمين ده، يبقى كل زاويه فيه ب60. دي بقت ب60، انا عاوز بقى الزاويه اللي جنبها، اطرح من 180 يبقى 180 ناقص 60 تطلع ب 120. يا رب تكون فهمتها. عيد السؤال مرة واتنين وتلاتة عشان تفهمه. طيب هنا تقول ايه؟ السؤال اللي انا ضيعته ده اهو. بيقول لك في الشكل ده أ ب بيوازي د ه، والج ه بيساوي ج د. طبعا ج ه بيساوي ه د، يعني المثلث ده مثلث مستوي ساقين. اثبت ان على اليمين متساوي الساقين. تعالى يا مستر نعمل كل مثلث لوحده زي ما انت معودني. اهو في المثلث ج د ه، ج د بيساوي ج ه. اذا قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية ه، عشان ده مثلث متساوي الساقين. متساوي الساقين. طيب في توازي، يبقى ده في توازي، يبقى دور على حرف من الحروف. اكيد بدل في توازي من غير ما تفكر، لا اما حرف اف لا اما حرف زد لا اما حرف اليو. لو انت عايز لو خدت بالك هتاخد بالك ان في حرف الزد. يبقى كده اقدر اقول ان زاوية اله اخت زاوية الالف. يبقى كده قياس زاوية الف بتساوي قياس زاوية ه، وده بنسميه بالتبادل. طب ما واحد ابن حلال يقول لي مش معنى عملت حرف الزد الناحية دي يعني، هو يعني الناحية التانية هتقول كخة اهو. طب احنا عملنا ده حرف الزد الناحية التانية كده.
فكده هستنتج إن زاوية الدال بتساوي زاوية ب، برضه نفس القصة، زاوية د بتساوي قياس زاوية ب برضه بالتبادل. طبعا فوقها بكتب إن ألف ب أو ألف ب بيوازي الدال هي، وعاوز تكتب قاطع وبتاع، بس يعني إيه اللي يهمني تبقى فاهم بس أنت بتعمل إيه. كده إحنا قلنا إن اله، ركز بقى معايا، واله والدال زي بعض، نفس العلامة أهو، ورجعت قلت إن الألف بتساوي اله، هيبقى أحط على نفس العلامة، ورجعت قلت ان البي بتساوي الدال، هحط عليها برضو نفس العلامه. اذا انت استنتجت ايه؟ ان الاربع زوايا بيساوي بعض، بس احنا مش محتاجين الاربعه، احنا محتاجين ان زاويه الف بقت بتساوي زاويه ب، يبقى كده بقى المثلث اللي على اليمين ده متساوي الساقين، وهو ده اللي هو محتاجه. فانت ثبتت اول حاجه، هو مديك ملحوظه ان الجيم اللي هي بتساوي الدال، وثبتت ان الهي والالف قد بعض، وثبتت ان الب والدال قد بعض، الهي بتساوي الدال، يبقى اكيد الالف بتساوي الب، يبقى كده الاربع زوايا اصلا بيساووا بعض، يبقى كده ده مثلث متساوي الساقين. السؤال اللي بعد السؤال ده بقى على الملحوظه اللي انا كنت بقولها، اللي هو لو عمودي بينصف القاعده وعمود على القاعده، والشغل اللي احنا كنا بنقوله هناك. تعالى بقى نحل يلا. طبعا ده قايل لك ان الالف ب بيساوي الالف ج، ماشي، الف ب بيساوي الالف ج، ده مثلث متساوي الساقين، متساوي الساقين، وعندك الف د عمود على ب ج، من غير ما تفكر بقى، اذا الالف د ده اسمه متوسط بينصف القاعدة وبينصف زاوية الرأس، إذا ألف د بينصف، ينصف القاعدة وبينصف زاوية ألف. وخد دي كمان بقى، ودي هتحل لك مشاكل كتير أوي، ألف د محور تماثل. أنت عارف لو قلت محور تماثل دي في المسألة دي، أنت مش محتاج تثبت حاجة تانية خالص، أي حاجة هتقولها بعد كده صح، أي حاجة بإذن الله. ليه؟ لأن أنت قلت محور تماثل، محور تماثل ده بيعمل إيه؟ بينصف القاعدة وبينصف زاوية الرأس وعمود على القاعدة، كل حاجة، ده زي السحر كده، حل لك المسألة كلها. يلا تعالى معايا، يلا في اللي احنا عاوزين نجيبه. يلا أول حاجة دي كلها ب10، يبقى 5 و5، ماشي. عاوز طول الألف د، الألف د اللي هو الارتفاع، طبعا أقدر أجيبه من فيثاغورس، بس أنا عشان أجيبه لازم أبقى معايا الب د، لازم أجيب الألف ب. ماشي يا مستر، أجيب الألف ب إزاي؟ قال لك ما هو أنت حافظ لسه قايلين من شوية إن طول الضلع المقابل للزاوية 30 بياخد نص الوتر، أو يبقى كده زاوية ألف دي ب30، وده زاوية ألف ب30، والب د ب5 سنتي، فأقدر أقول إن ألف ب بيساوي ضعف الب د، يعني كده ده ب10 سنتي، يبقى ده ب10 سنتي. أقدر أجيب الألف ده من فيثاغورس، أقول له الألف ده الجذر 10 تربيع ناقص 5 تربيع، جذر 10 تربيع ناقص 5 تربيع، تطلع معاك ب5 جذر 3، وده كده المطلوب الأولاني سنتي طبعا. المطلوب التاني، عاوز عدد محاور تماثل المثلث، طبعا دي اللي كنا قلنا عليها من شوية، عدد المحاور. اسأل نفسك ده كم، ده نوعه ايه، متساوي ضرب. هو في الأصل، أصل أنا عارف الناس كتير هتقع في السؤال ده، في الأصل كان متساوي ساقين، ليه؟ ألف ب بيساوي ألف ج أهو، وفي الرسم، ولكن لما أنت جيت تحل استنتجت إيه؟ قال لك أنا جبت الب ده الب ج كان مداله ب10، وأنا جبت الألف ب ب10 أهي. طب ما الألف ب زي الألف ج، إيه ده يعني كله ب10؟ فالمثلث اتحول لمثلث متساوي الأضلاع، يعني كده إذا في الحتة اللي فوق أهي، المثلث اللي قدام عينك ألف ب ج ده بقى متساوي الأضلاع، هو الأصل كان متساوي الساقين، بقى دلوقتي متساوي الأضلاع، يبقى عدد المحاور أو له عدد محاوره بيساوي 3، لأن ده مثلث متساوي الأضلاع. خلي بالك من الملحوظة دي، مهمة أوي، مهمة جدا، حتى أنت حافظ واحدة في اختر، يعني المفروض حافظ إن المثلث متساوي الساقين الذي قياس إحدى زواياه الداخلة ب60 يبقى مثلث متساوي الأضلاع. تقول لي طب هنا مفيش 60، لا في 60، ما احنا قلنا إن الألف ده بينص دي 30، تبقى دي كمان بكام؟ ب30، يبقى الزاوية كلها ب60، ماشي. ماشي السؤال اللي بعده، قسم برضو مسألتك، أقسمها يعني حاول تقسم المثلثات أهو. طبعا أنا بحلها في المجموعة بحل، وحلها معاكم برضو بالحل، الأنسب بالنسبة لك حل بيه. أول حاجة في المثلث الأولاني، في المثلث اسمه أ ب د، عندك في المثلث أ ب د إن الألف د أكبر من أ ب، يبقى كده الألف د الأكبر، يبقى الزاوية اللي قدامه أكبر، الزاوية ده أهي اللي هي زاوية مين؟ أ ب د أكبر من زاوية أ د ب، لأن اللي قصادها 5 أما دي قصادها 4، يبقى كده زاوية الب دي اللي على نقطتين دي أكبر من زاوية د.
وأسمي ده رقم واحد. في المثلث اللي هناك د ب ج، مين الكبير؟ ده ب8 وده ب7، يبقى الجيم د أكبر من الجيم ب، عشان الجيم د ب8 والجيم ب7، يبقى ده الكبير، يبقى قصاده الزاوية اللي قدامه أكبر اللي هي زاوية ب دي. أقول له قياس زاوية د ب ج أكبر من قياس زاوية ب د ج. طب وبعد كده قال له بجمع الزاويتين على بعض، لأن أنت كده ثبتت إن الب أكبر من الدال، والب اللي على الشمال دي برضه أكبر من الدال، يبقى كده بالجمع هينتج إن زاوية ب الكبيرة قياس زاوية أ ب ج الكبيرة أكبر من قياس زاوية أ د ج الكبيرة برضه. في ناس بقى ما بتحبش تقرأ الزاوية ب3 حروف وبتاع، بتبقى الموضوع بالنسبة لها مرهق يعني، مش عارف. بص معايا يا حبيبي، الحل ده تمام وزي الفل اللي أنا أقوله لك ده، بس أهم حاجة لو أنت حليت بيه ترسم الرسمة بتاعتك في ورقة الإجابة، هتحط بدل الزوايا أرقام عادي جدا، عادي عادي، بس أهم حاجة وأنت بتحل ترسم الورقة دي أو ترسم الرسمة في ورقة الإجابة. يعني أنت لو حليت بالحل ده في الامتحان آخر السنة، ارسم الرسمة في ورقة الإجابة. بص معايا يلا، هقول له في المثلث أ ب د، أ د ب5 سنتي يعني أكبر من الألف ب، الألف د من الزاوية اللي قدامه زاوية واحد، يبقى قياس زاوية واحد أكبر من قياس زاوية 3، لأن الألف د اللي قدامه واحد والألف ب اللي قدامها 3، فكده الواحد أكبر من 3 وسمي ده رقم واحد. ده يعني بدل ما أقول عشان في ناس بتتلخبط بس في قراءة الزاوية يعني. طب في المثلث اللي هناك اسمه د ب ج، عندك إن الدال ج أكبر من ب ج، عشان الدال ج ب8 والب ج ب7، فين بقى الزاوية اللي قدام ال8؟ الاتنين، يبقى قياس زاوية 2 أكبر من قياس زاوية 4، وسمي ده رقم 2 وقول له بالجمع ينتج أن اللي هو محتاجه هناك ده، اكتب بقى اللي هو محتاجه أ ب ج أكبر من قياس زاوية أ د ج. الحل ده أنسب وشايفه أسهل بكتير، حط أرقام واشتغل، بس ملاقيش واحد بقى يستسهل يقول لي هو ينفع الواحد أكبر من 3 يا حيوان؟ دي مش في أرقام، دي بقى متخلف يا متخلفة اللي بتقولي كده، دي زوايا، أنا بقول زاوية واحد أكبر من زاوية 3، أنا مسميهم أرقام، ممكن تسموهم أي اسم، تسموهم محمد واحد، زاوية محمد أكبر من زاوية أي اسم يعني، ماشي. طيب السؤال بقى ده تقريبا السؤال الأخير في الامتحان. بيقول لك رتب زوايا المثلث ترتيبا، رتب قياسات زوايا المثلث تصاعديا، طبعا تصاعديا يعني من الصغير للإيه؟ من الصغير للكبير، بل وسط بقى ما تبقاش عارف من الصغير للكبير، تنازليا من الكبير للصغير. ارسم المثلث الجميل أهو، أ ب ج، حط أرقامك، أ ب ب6، ب ج ب7، أ ج ب8، رتب تصاعديا يعني من الصغير للكبير، ماشي يا حبيبي، من الصغير للكبير. أصغر ضلع أ ب، أصغر من ب ج، أصغر من أ ج. خد بقى الضلع الناقص أو الحرف الناقص زي ما علمتك، أو بص للمثلث الألف ب مين اللي قدامه؟ زاوية ج، أو خد الحرف الناقص ألف وب من الحرف الناقص ج، يبقى إذا قياس زاوية ج أصغر. الب والج من الحرف الناقص ألف، يبقى أصغر من قياس زاوية ألف أصغر. الألف والج من الحرف الناقص ب، بس كده، يبقى ج أصغر من الألف أصغر من الب، كده احنا رتبناها، وبكده نكون خلصنا الامتحان على خير الحمد لله. ادعي لنا لو استفدت من الفيديو، متنساش تصلي على النبي وتدعي لنا وتشير الفيديو وتشترك معنا في القناة، تستنى الفيديوهات الجاية إن شاء الله. وأهم حاجة أهم حاجة صلي على النبي وما تنساش تدعي لنا بالله عليك يا أخي، لو أنت بتحبني ادعي لي دعوة حلوة كده، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.